وانا عندي سؤال واحد بس ليانيك فيريرا. طبعا مبروك للزملكاويه، اخواتنا الزملكاويه، الفوز 2-0 في بدايه الدوري المصري، ودي اكيد حاجه مهمه والبدايه دي شيء مهم. لكن يانيك فيريرا فين يا باشا الخطط والجمل بتاعتك كمدير فني للفريق؟ نقدر نقول ان انت كنت مؤثر في نتيجه المباراه وعملت اللي عليك عشان خاطر اللعيبه تقدر تحرز اهداف. لو جيت تبص للجولين كلهم من مهارات فرديه للعيبه، سواء هدف محمد شحاته الثاني او قبليه هدف ناصر ماهر الاولاني، ما شفناش اي دور خالص ليانيك فيريرا في المباراه. كمان من ضمن الحاجات الغريبه شيكو بنزا. الحقيقه شيكو بنزا دوت تحسه مقلب، تحسه يعني لاعب على قده. لا، وكان متضايق وهو خارج. هو انت يا باشا انت متضايق من ايه؟ هو انت اصلا عملت ايه في المباراه عشان نقدر نقول ان انت عملت اللي عليك؟ لكن للاسف مثلا مش موفق. لاعب اقل من العادي بشكل كبير. ناقوس الخطر بيدق في الزمالك من ناحيتين، من ناحيه المدير الفني ومن ناحيه الصفقات الجديده. طبعا بعيدا عن صفقه خوان الفينا، اكيد يعني جامد جدا واكيد لعيب كبير جدا، لكن انا بتكلم على الصفقات اللي احنا شفناها النهارده والصفقات اللي لعبت. لا، واضح جدا ان في مشكله كبيره جدا في الصفقات وفي المدير الفني. واضح ان على قده. اي نعم مش هينفع نحكم بشكل كامل على المدير الفني في اول مباراه، لكن انا بتكلم في المجمل. اداء الصفقات واداء المدير الفني مش احسن حاجه. ناصر ماهر هو كلمه السر، يمكن كان افضل لاعبي الزمالك على الاطلاق النهارده في المباراه، سواء في انتشار داخل الملعب او في الواجبات الهجوميه اللي كان بينفذها، في اللعب الجماعي اللي كان بيعمله مع زمايله في الفريق. ناصر ماهر يستحق لقب افضل لاعب في المباراه. اما على صعيد النادي الاهلي فخليني اقول لك ان النادي الاهلي دخل في معسكر مغلق النهارده بعد التدريبات عشان يكون مستعد لمباراه نادي مودرن سبورت، وشهدت القائمه غياب بعض المفاجآت. أهم المفاجآت من وجهة نظري هي حسين الشحات وأحمد رمضان. طبعا في 10 غيابات، لكن بتكلم في الغيابين اللي مش مفهومين شوية. حسين الشحات وأحمد رمضان بيكهام. أحمد رمضان بيكهام الصفقة اللي أنت لسه جايبها كتدعيم في قلب الدفاع، وحسين الشحات اللاعب اللي انت رفضت انك انت تبيعه وقلت انا هستفيد منه الفترة اللي جاية. حسين الشحات كان عنده عروض، كان يقدر ان هو يسافر ويحترف بره، لكن الاهلي اصر في الحفاظ على حسين الشحات رغم ان احنا قلنا وعدنا مرارا وتكرارا حسين الشحات مش هيكون ليه دور داخل النادي الاهلي في ظل الزحمه اللي موجوده من الصفقات دي. لكن محدش سمع الكلام، وادي النتيجه. الراجل بيقعده بره قايمه خالص، حتى مش دكه في اول مباراه في الدوري المصري. اما احمد رمضان بيكهام فدي المفاجاه الكبرى بصراحه. يعني انت حاطط في خط الدفاع ياسين مرعي واشرف داري وياسر ابراهيم ومصطفى العش، ومخرج احمد رمضان بيكهام بره القايمه. ليه؟ هل انت مش مقتنع بيه؟ اللاعب سليم مليون في المية، ده برضه علامه استفهام كبيره. اما غياب امام عاشور فدوت لانه لسه ما رجعش من الاصابه بشكل قوي. اي نعم تعافى، لكن لسه ما دخلش في التدريبات الجماعيه بشكل قوي، فبالتالي لسه مش هيكون ليه دور، فغايب عن المباراه. وكمان مروان عطيه بعد عمليه الفتاء اللي عملها لسه برضه قدامه شويه بعد التاهيل اللي بيعمله عشان يخش في التدريبات الجماعيه ويخش في اجواء المباريات. اما احمد عبد القادر الغايب عن قائمه لقاء الاهلي ومودرن سبورت فدي توقعناها كلنا، وقلنا احمد عبد القادر لو قعد في النادي الاهلي مش هيشمها، مش هيكون ليه تواجد اصلا داخل الفريق ولا في دكه الاحتياط. وده اللي حصل، وفعلا مع اول لقاء للنادي الاهلي في الدوري المصري احمد عبد القادر خارج حسابات المدير الفني تماما وبره القايمه خالص. اما مشكله اسامه ابو علي فانتهت بنسبه 100%. الاهلي بيتسلم القسط الاول من فلوس اسامه ابو علي وبيرسل البطاقه الدوليه لنادي كولومبوس كرو الامريكا، وبكده الازمه تكون انتهت، وبكده اسامه ابو علي خارج جدران النادي الاهلي وخرج من قائمه لاعبي النادي الاهلي لهذا الموسم. بعد نتائج النهارده وفوز المصري على الاتحاد 2-1 وفوز الزمالك على نادي سيراميكا 2-0، كان الزمالك في الصداره برصيد 3 نقاط، يليه نادي المصري وبعديهم نادي بيراميدز ووادي دجله اللي تعادلوا النهارده في مباراه تصيبك بالملل والنعاس. مباراه ولا أسوأ من كده
ما بين بيراميدز وما بين وادي دجله، حالتين طرد في المباراه. اللي يسمع الكلام ده يقول لك ده كانت المباراه حماسيه ومباراه جامده ومباراه قويه جدا، لكن اللي شاف المباراه كان ممكن ينام مره واثنين وثلاثه، والنتيجه والاداء ما بيتغيروش. ان شاء الله النادي الاهلي يقدم اداء جيد بكره في مباراه مودرن سبورت ويكسب مكسب مريح عشان يريحنا احنا من ناحيه الاداء، ان احنا نكون مطمنين على اداء النادي الاهلي مع المدير الفني خوزيه ريبيرو، خصوصا ان احنا ما قدرناش نحكم عليه في كاس العالم للانديه لانه كان لسه جاي بقاله فتره دلوقتي وعمل معسكر اعداد ولاعب ماتشات وديه. هنا نقدر نحكم عليه بشكل جيد ونقدر نقول امكانياته ايه واخباره ايه وخططه ورؤيته الفنيه ايه، نقدر نحكم عليه من مباراه بكره. فان شاء الله الاهلي يؤدي مباراه قويه قدام مودرن سبورت سواء من الناحيه الفنيه او من ناحيه النتيجه، ويعتلي صداره الجدول الترتيب في الدوري المصري، لان ضربه البدايه مهمه ومهمه جدا في مسيرتك في الدوري المصري بعد كده ان شاء الله قدام.